السلام عليكم جميعا، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي ندوي على هاد القصه هذه اللي ما بغاش تسالي ديال نويعره كما كيلقبوها في اليوتيوب، والحسي اللي هي ندى حسي. كما كتعرفوا يوتيوب ولا فيه كثروا فيه الالقاب، يعني كل صانع محتوى الا هو عنده لقب، خصوصا هاد المجموعه هذه. كيف كتشوفوا معايا هنا ناعمه البدويه كتستهزأ من ندى حسي بديك الطريقه ديال الفم اللي ندى حسي دايره الفلتر او البوتوكس لفمها وفمها منفوخ. وهنا كتستهزئ منها هاد ناعمه البدويه، كتستهزئ من داك الطريقه باش كتهضر، الطريقه باش كانت كتسوق في الطوموبيله وكتقول لها انا جايه لعندك المكناس وغندير ليك وغندير ليك. وهنا نعمة بدو كتستهزئ منها وكتضحك وميتة بالضحك، هي والزوج ديالها اللي هو حميد مايتين عليها بالضحك بالعاني باش يستفزوها ويخرجوها من طوعها. المهم حنا هادشي كنقولوا بلي هادشي متفق عليه، متفقين عليه بجوج باش يديروا البوز، وراه نجحوا اكتسحوا اليوتيوب والترند وما خلاو صانع المحتوى ما يديروا. عندهم نسبة المشاهدة طالعة، لا ناعمة البدوية ولا حسي عندهم مشاهدات طالعة في اليوتيوب، وهادشي هذا بسببه هو هاد الفيديوهات اللي كيديروا كما قلت لكم واش متفقين عليها ولا جايه غير هكذاك ما بدون قصد، الله اعلم. هنايا البدويه ورجلها كيستهزئوا، عاوتاني داروا فيديو اخر كيضحكوا على بنت ندى حسي وكيقولوا بلي راه هي بنت ماشي بنت، يعني ما عندهاش ورقه، ما عندهاش المسائل ديالها. وهنا كان جرح بالنسبه للحسي، متقبلاتش هذا الفيديو هذا. وهنا بهذه الطريقه هذه باش كيستهزئوا كيستفزوها، كانت طريقه شويه قبيحه. علاش؟ لانه الوليدات الصغار كيبقاو ضحيه، ما خصناش نجبدوهم في الفيديوهات ديالنا كما كيديروا هما، ما كيتسوقوا لا الصغير ولا الكبير، ما كينجيبها فمو يقول، ما كيحترموا لا الاطفال لا الناس الكبير. ما علاش؟ لان هذا سببه هو الجهل. هاد البدويه هذه ما ضعراتش يعني غير كتهضر تهضر. الطريقه اللي داروا في هذا الفيديو هذا طريقه غير مقبوله نهائيا بالنسبه لي، انا غير مقبوله، لانه البنيه باقا صغيره ما عندها حتى شي ذنب في شي حاجه، هما بيناتهم باغيين يشوهوا بعضياتهم في اليوتيوب باش يسترزقوا. دبروا ريوسهم، يخليوا الوليدات الصغار في افتقار. هنا البدويه كتقول لي هاد البنت ما عرفتش باها، يعني هي مثلا هي حسي، وكتقول لك الراجل بلي ديك الدري انا ما عرفاش شكون باها، يعني الاباء مختلطه. وبالتالي فبزاف ديال الناس ما تقبلوش هذا الفيديو هذا، وخصوصا المعنيه بالامر اللي هي حسي اللي خرجات كتبكي وكتقول لها خليو بنتي عليكم في التقار. يعني انا فيما يكون عندي مشكل مع شي حد في اليوتيوب او خارج اليوتيوب كيجبدوا لي بنتي او كيعيروا لي بنتي، وهنا كتقول لهم بلي انا ما عندي حتى شي ذنب في هذه القضيه هذه، انا كنت ضحيه لا هي ولا بنتها. قالت باللي هي كانت ضحيه ديال شي حد ضحك عليها، قالت كان كيبغيها وكيموت عليها، واش السميه ديالها من هنا حتى لهنا، يعني من الدراع ديال كله كان كاتب فيه سميه ندى. وقالت لك هو اللي ضحك عليها وحملت منه وجبتها الدريه، وبالتالي هو نكرها وقال لها هذيك ماشي بنتي. هاد القضيه هذه راه معروفه في اليوتيوب، هاد السيد هذا راه معروف، حتى هو عنده قناه، وواحد الان هو كيخرج يقول لك هذيك ماشي بنتي. كما كتعرفوا انا تزوجت بهذا السيد هذا دابا اللي هو معها حمزه، هو اللي دابا اللي يعني اللي جالس معها ومزوجه به وكيبغيو بعضياتهم، الله يكمل عليهم الله يسهل عليهم. هي ما تقبلاتش داك الفيديو، شافته يعني تصدمات كما كتبين لينا كما كنشوفوا حنا في يوتيوب. ما تقبلاتش ديك الطريقه باش استهزئوا منها، يعني كانت طريقه شويه قبيحه وقبيحه بزاف. هنا كي راجلها كيهدد فيها وكيقول لها بلي ما تديش عليهم وهذاك الشيء انت ماشي السبب فيه. وحتى هو خرج في البدويه طول وعرض. هذا الشيء اللي سبب الندى في انتكاسه كما شفتوا جميعا في قناه ديالها او في قناه ديال هذا ولد الشينويه اللي تا هو خاشي تا هو زنافرو. كما كتشوفوا هي السيده طايحه، هو كيصور، يعني هنايا كيتبين لينا بلي هادشي كله ما راكبش شي حاجه، ما هياش تما كيبغيو المشاهده، كيبغيو يحتلوا الطوندونس ديال اليوتيوب. واش عباد الله السيده طايحه او في غيبوبه الله علم مالها وهما كيصوروا. ها انت شوف هذا كيصور، راجلها كيصور، والاخر تا هو داير لايف
شنو كنستنتجوا من هذا الشيء هذا؟ الا وباغين المشاهدات تطلع عليهم في القناه، يكون هذا الشيء بصح او اللي يكون تمثيل، فهذا عيب وهذا عار. عيب انكم تشوف السيده منشوره في بيت الناس ديالها وكاميرا خدامه ومشاهدات طالعه وعباد الله كتشوف فيهم، والتعاليق على الجهد عند ولد الشينويه اللي هو ما مخليش من جهدو اي حاجه كانت في يوتيوب كاين اللي كيتدخل فيها وكيعير وكيثبتها بالطريقه ديالو. كما كتشوفوا الطريقه ديالو راه محترف في السبان مع العيالات في يوتيوب. هنا داوها السبيطار بعد ما جاتها وعكه صحيه، قال لك اللي تخنقات وما عرفتش كاع شنو وقع ليها. بالنسبه لي انا هادشي ما خصوش يتصور، هما شوفوا ما خلاو فين صوروها، راسها الجسم ديالها كله تصور، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. هنا البدويه بعد ما شافت داك الفيديو وشافت ديك الحاله اللي وصلت ليها حسي، خرجت بواحد الاعتذار. كتقول انا كنعتذر على داك الفيديو اللي حطيت ديال البنيه، ما كانش عليا ندخل البنيه في داكشي. وقالت لها كذلك بلي انا غير كنمثل. هما باش برروا الموضوع قالت البدويه بلي انا غير كنمثل، انا ما كنقصد حتى حد، انا غير كنمثل. قلت لها ولا انت حسيتي براسك انا كنت المقصوده، فانا كنعتذر منك. وحنا كنعرفوا جميعا بلي هي كانت قاصده حسي، ما غادي يفهمهاش غير اللي مكلخ، راه باينه كانت كتقصد حسي. ولكن كما كتعرفوا البدويه كدير المحتوى ديالها، كتمثل، كدير افلام قصيره هي هذاك الصنم اللي حداها كيديروا افلام قصيره كيمثلوا بالضحك، داكشي ديالهم بايخ، ولكن كما كتعرفوا عندهم المشاهده كثيره واخا المواضيع ديالهم بايخه. ايوا هنايا كتعتذر منها وكتقول لها الا جرحتك ولا مسيتك راني كنعتذر منك. وهذا الاعتذار ما جاش غير هكاك، بعد ما دارت حسي شكايه الوكيل الملك، وخافت بدويه خافت انها توقع في المشكل اللي وقعت فيه شحال هذه او اكثر، وخافت كذلك من المشاهدين ديالها انهم ما يبقاوش، لانه بعد ما حطت داك الفيديو كتعرف بنتها بنت ندى حسي الناس خرجوا من عندها بكثره. المهم البدويه اعتذرت، ولكن ندى حسي دارت فيديو اخر، ما كان غير عطيني نعطيك، سجل فيديو نسجل فيديو، دارت فيديو اخر كتقول لها بلي انا مع اعتذارك انا رافضاه. والعجيب في الامر علاش هادشي ما يديروش في الستره، انها تعيط لها بيناتهم في التليفون بحال هكذا يتفقوا شنو غيديروا، واش سمحت لك ولا ما سمحتش ليك ولا هكا. لا هما خصهم يديروا فيديو، علاش؟ باش يحققوا نسبه المشاهده طالعه. ضروري اي حاجه ضروري يديروا فيها فيديو، سواء صغيره سواء كبيره ضروري يديروا فيديو. ندى هنا كتقول لها انا ما مسامحاكش نهائيا، قالت لها كون عيرتيني غير انا شخصيتي غادي نسمح لك، ولكن لحقتي لبنتي اللي ما عندها حتى شي ذنب فهذا الشيء غتحاسبي عليه، وانا باقا القضيه ديالي في المحكمه وغادي نواجهك وغادي نتلقاو في المحكمه، وديك الساعات القاضي هو القاضي هو اللي غادي يحكم بيناتنا. انا كنت ضحيه، هي كتقول انا كنت ضحيه ديال كما بنتي ضحيه وانا ضحيه، ما كنتش كتدخلي بنتي في الموضوع، بيني وبينك المحاكم والقضاة. هنا كتقول لها شوفي انت ولدك اللي ما مربيش وفاعل وتارك، المهم المعاطير كثيره اللي ما كتقاداش. يا سبحان الله الهضره كلها من كيجيبوها الله اعلم. هنا عاوتاني البدويه ما سكتتش ليها نهائيا، حتى هي دارت فيديو كتقول فيه باللي انا داك الاعتذار اللي اعتذرت منك انا كنلغيه، يعني انا ما تعتبرينش انا اعتذرت منك. علاش؟ لانها الاخرى رفضات الاعتذار ديالها. وهنا قالت ليها البدويه باللي انا داك الاعتذار اللي اعتذرت منك فقط بسبب الناس والمشاهدين اللي طلبوني، اما دابا انا كنسحب الاعتذار ديالي. وقالت ليها انا هذاك الفيديو درتو كنمثل فيه، وقالت لها على ما في خيالك ركبيه. علاش؟ لانها قالت ليها داك الفيديو انا غير كنمثل، انا وراجلي كنمثلوا فيلم قصير، ما جبدنا سميتك، ما جبدنا سميت بنتك، ما جبدنا سميت عائلتك ولا تريكتك، فقط كنمثلوا. وتما حسي قالت لها بلي نتوما عائله مشوهه، لا انت ولا اختك ولا تريكتكم ولا بنات خوتك وداكشي. كما كتعرفوا راه هاد العائله هذه ديال البدويه هي اللي فيها سميره وسعاد وبكريشه والطبقه كلها، راه عائله ديال الناعمه كما تيقول لها نويعره. ولا لاحظتوا معايا هاد الناعمه هذه هي سبب هاد يوسف تولى بحال هكا،
ولا في هاد المعاطيه. سبحان الله العظيم، نهار دخلت نعيمه البدويه اليوتيوب ودخلت دارت قناه والمشاهدين، وهي هاد اليوتيوب المغربي الله ما بقى فيه ما يتشاف، محتوى زيرو. الناس اللي عندهم محتوى زوين ومحتوى نقي ومحتوى بيبي كتفرج فيه ما كتفرج فيه حتى واحد. هادشي كله بسبب هاد العائله هاد العائله المحترمه اللي هي عائله البدويه، اللي هي بكريشه وسعاد. هاد المشكل اللي وقع بين حسي والبدويه بسبب هاد الناس هادو، او بسبب هاد العائله هادي، لانه حسي كانت متضامنه مع سعاد اللي هي البنات، والنعيمه اللي نويعيره كانت متضامنه مع بكريشه. المهم تما فين وقعت ما بيناتهم سوء تفاهم، وبداو المعيار بسبب هاد العائله هذه اللي ما كتحشمش. وكما كتشوفوا هنايا حسي كانت في واحد المهرجان اول البارح اللي هو مهرجان ديال مكناس، قالت لك عرضوا عليها وكبروا بها، وجات المهرجان بوجهها احمر بعد ما داك الفيديوهات اللي كانت كتبكي فيهم وسخفانه فيهم وحالتها حاله وانا مريضه وانا واقع ليا. ها هي هنا كنشوفوها في هذا المهرجان هذا اللي كان فيه جميع الصحافه المغربيه، وشوفوا الناس كيتصوروا معاها، وقالت لك راه صيفطوا ليها دعوه لهذا المهرجان هذا اللي هو مهرجان ديال مكناس للدراما التلفزيه. جات بالرفقه ديال الزوج ديالها اللي هو حمزه، وكما كتشوفوا هنايا ما باين عليها لا تاثر لا حتى حاجه، يعني السيده موالفه بداك الشيء وصافي، موالفه بداك المعطي ديال اليوتيوب. ايوا انا نعيمه مسكينه كتغوت وفيديو قديم ليها. هنا حسي كتقول لهم انا غادي نولي ممثله، غادي نمثل، وغادي ان شاء الله غادي نوريكم المواهب ديالي في التمثيل، وغتشوفوني في التلفزه المغربيه. اش بان لكم الخوت هاد الانسان هذه الا دخلات المجال ديال التمثيل والتلفزه المغربيه، واش في نظركم غادي يبقى التمثيل شي نزاهه او لا شي حاجه زوينه او لا كي؟ انا بالنسبه لي ما يبقاش التمثيل ليه قيمه بعد ما اصلا ما بقاش ليه حتى قيمه. ولكن ندى تفاجأ باللي المدير ديال المهرجان كيتنكر، قال لهم انا ما عرضتش عليها بتاتا. وهنا خرجت كتقول ليه انا غادي نقاضيك لانك عرضتي عليا واستغليتيني ودرتي بيا البوز المهرجان ديالك ورميتوني، وانا ما غادي نسكتش وغادي نقاضيكم. وقالت لهم باللي القضاء النزيه كاين عندنا في المغرب وان شاء الله غنجيب حقي. هنا الناس كيضحكوا عليها وقالوا لها انت غير متلصقه، واش داك تمشي للمهرجان كتلصقي كديري؟ قالت لهم لا انا عندي دعوه. ولكن خرج المدير اللي هو ديال ديك الشركه انكر كل شيء، قال لهم انا ما كنعرفهاش وانا ما عرضتهاش، وانا اللي عرض ليها هو واحد صحفي من وقيلا الوانكم كيخدم في جريده الوانكم كنعتقد، هو اللي عطاها الدعوه. وهي كتقول لك لا، كتقول لك انا الدعوه جاتني من مدير ديال او مسؤول ديال المهرجان شخصيا. ولكن فاجئها المدير، فرش ليها كل شيء وقال باللي انا بريء منك بنتي، قال انا بريء منك ما عرفت لك ما والو. وهنا ندى حسيه ما رداتش، خرجت بهذا الفيديو هذا كتقول لهم انا غنقاضيكم غناخذ حقي. خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله.